إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعافينا وإياكم من النار ومن حرها ومن شرها ومن كل قول أو فعل أو عمل يقربنا إليها. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية، ونسألك يا ربنا الشكر على العافية برحمتك أنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أحبتي في الله، وهكذا مرت الأيام وتوالت الشهور، ومنذ أيام قلائل ودعنا عاما هجريا. هذا
قضى رحل إلى ربنا سبحانه وتعالى ليخبره بما كان منا وما وقع من أعمالنا وأفعالنا وأحوالنا. وها نحن قد استقبلنا عاما هجريا جديدا، وهذا العام الهجري الجديد ينبغي أن يكون لنا فيه وقفة. هذه الوقفة نحاول فيها جاهدين أن نحاسب أنفسنا وأن نراقبها وأن نعاتبها وأن نؤدبها وأن نهذبها لعلها ترجع، لعلها تنقاد، لعلها تعود من جديد إلى كتاب الله رب العالمين وسنة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أيها الكرام، لذا فإني جعلت عنوان لقاء هذا اليوم المبارك وقفة مع النفس. وحتى لا يضيع الوقت من بين أيدينا سريعا فسوف أركز الكلام تركيزا تحت هذا العنوان في العناصر المحددة التالية. أولا، صفات النفس في القرآن. ثانيا، وقفة محاسبة. وأخيرا، متى سنرجع إلى الله؟ أسأل الله تبارك وتعالى على سدتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يرزقنا فيها الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، صفات النفس في القرآن. أحبتي في الله، إن الله عز وجل وصف النفس في القرآن بثلاث صفات. الوصف الأول وصفها بأنها مطمئنة، والوصف الثاني وصفها بأنها لوامة، والوصف الثالث وصفها بأنها أمارة بالسوء. أما عن الوصف الأول فقد قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة. فوصف الله النفس هنا بأنها مطمئنة. قال أهل العلم المفسرين وكذلك الشراح قالوا بأن النفس المطمئنة هي التي اطمأنت لقدر الله، واطمأنت لأمر الله، واطمأنت ورضيت بالله، ورضيت لكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعلمت بأن الموت حق، وبأن الصراط حق، وبأن الجنة حق، وبأن النار حق، وبأن الوقوف بين يدي الله حق، وبأن الإنسان يعيش في هذه الدنيا لا بمراده، وإنما يعيش بمراد رب العالمين وفق قدر الله عز وجل. فاطمأنت النفس لذلك ورضيت بذلك، فإن أصابتها ضراء صبرت، فإن أصابها ضراء صبرت، وإن أصابها خير شكرت ورضيت بالله رب العالمين. لذا استحقت هذه النفس أن يثني عليها رب العالمين في كتابه فيقول: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ثم كان الوصف الثاني وصف الله عز وجل النفس أيضا بأنها لوامة. نعم، قال الحسن
هي التي تلوم صاحبها على الخير والشر سواء بسواء. تلوم صاحبها على الخير: لماذا لم تكثر من الخيرات؟ لماذا لم تكثر من الطاعات؟ لماذا لا تحضر الجماعات؟ لماذا لا تجلس في مجالس العلم؟ وهكذا. فهي تلومه على الخير: لماذا لم تكثر من الخيرات؟ ثم تلوم صاحبها كذلك على الشر. نعم، فتقول له: لماذا اقتربت من الحرام؟ لماذا كذبت؟ لماذا غششت؟ لماذا ضللت؟ لماذا خدعت؟ لماذا؟ فهي كما تلومه على الخير فإنها تلومه على الشر سواء بسواء. قال الحسن: وهذه النفس نفس كريمة استحقت أن يقسم الله عز وجل بها في القرآن. فقال الله عز وجل: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أما الوصف الثالث فوصف الله عز وجل النفس بأنها أمارة بالسوء. نعم، والنفس الأمارة بالسوء هي التي تأمر صاحبها بالشر، هي التي تأمره بالمعاصي، هي التي تأمره باتباع الشهوات والبعد عن الطاعات. وللأسف الشديد يا أحبابي أن هناك صنفا من الناس صاروا عبيدا لأنفسهم، انقادوا لأنفسهم، أطاعوها واتبعوها وساروا خلفها واستمعوا إلى أوامرها. كل يأكل، اشرب يشرب، نم ينام، اسرق يسرق، اكذب يكذب، غش يغش، خادع يخادع، راوغ يراوغ. فأصبح الإنسان ولا حول ولا قوة إلا بالله أصبح عبدا لنفسه وليس عبدا لله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الإنسان إذا صار خلف نفسه وصار خلف هواه واتبع الشهوات فإن نفسه لا تتركه إلا في جهنم. نسأل الله السلامة والعافية. لذا قال الله عز وجل عن هذه النفس: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. اللهم اجعلنا من المرحومين، اللهم اجعلنا من المرحومين بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. نعم أيها الكرام، فمن هنا تستطيع أن تقف لنفسك وأن تحاسبها وأن تعاتبها وأن تعرف من أي الصفات نفسك لتقف معها في هذا العام الهجري الجديد. نحتاج إلى وقفة مع النفس تكون وقفة محاسبة، وهذا الذي يجرنا إلى المحور الثاني من محاور اللقاء: وقفة محاسبة. أيها الكرام، أخرج الإمام الترمذي بسند صحيح، وكذلك أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وفيه أن عمر صعد المنبر يوما فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه المصطفى ثم قال: أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يوم لا تخفى منكم خافية، فإنما يخف الحساب يوم القيامة عمن حاسب نفسه في الدنيا. أكرر، قال عمر بن الخطاب: أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يوم لا تخفى منكم خافية، فإن
لأن العمر قليل، وفجأة سنجد أنفسنا واقفين أمام رب العالمين ليسألنا عن الصغير والكبير والنقير والفتيل والقطمير والقليل والكثير. فبماذا نجيب يا عباد الله؟ وماذا نقول لربنا يا يرعاكم الله؟ ماذا نفعل إذا سألنا رب العالمين؟ نعم، وقد يظن كثير من الناس أن الحساب بين يدي الله سهل ميسور. لا، الحساب بين يدي الله، الحساب بين يدي الله. لك أن تتخيل من هذا الحديث، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عدي بن حاتم، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر العبد خلفه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، أو كما قال المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الحساب بين يدي الله ليس سهلا ميسورا كما تظن وكما تتخيل، فإن الحساب بين يدي الله سيكون وفق القواعد المحددة التالية. أولا، قاعدة العدل المطلق الذي لا يشوبه أي ظلم. اسمع معي إلى كلام رب العالمين، وأرجو أن تركز جيدا. أسأل الله أن يشرح صدري وصدرك. قال الله تبارك وتعالى: وما الله يريد ظلما للعباد. قال الله تبارك وتعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي ذر، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نعم أيها الكريم، فلا تظالموا. هذه وصية رب العالمين. واسمع إلى القرآن، يقول الله عز وجل، يقول الله تبارك وتعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا.
أي ظلم. أما القاعدة الثانية انتبه، فهي قاعدة لا تزر وازرة وزر أخرى. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. لا تزر وازرة وزر أخرى. لا تسأل نفس عن ذنب نفس أخرى، ولا تحاسب نفس عن ذنب نفس أخرى، فكل نفس تسأل عن ذنبها وتحاسب على جرمها. قال الله تبارك وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. الآيات. قال الله تبارك وتعالى، وانتبه إلى القرآن، فإن الله عز وجل يبين لي ولك خطورة الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى. نعم، يبين الله عز وجل فيقول: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما كنا معذبين. ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فكل نفس تسأل عن ذنبها وتحاسب على فعلها وتحاسب على جرمها، فلا تتحمل نفس ذنب نفس أخرى، ولا تسأل نفس عن ذنب نفس أخرى، كما قال ربنا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم، القاعدة الثالثة من قواعد الحساب التي يحاسب الله بها العباد قاعدة الإعذار. إعذار الله إلى الخلق، ومعناه أن الله عز وجل برحمته وكرمه وجوده وفضله ومنته لا يقيم عليك الحجة ولا يعذبه ولا يحاسبه إلا إذا وقفت بين يديه أولا، ثم أقام عليك الحجة وسألك: هل فعلت كذا؟ هل ظلمك كتبتي؟ هل وعملت خيرا لم تجده في هذا المكان؟ هل فعلت خيرا ما وجدته في هذا الكتاب؟ بل كل الكتاب يكون فيه كل شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم
فمن سيشهد عليك؟ من سيشهد على فعلك؟ من سيشهد على قولك؟ من سيشهد على حركاتك؟ من سيشهد على سكناتك؟ فانتبه يرحمك الله، فأول شاهد يشهد عليك هو مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. سيشهد عليك، سيشهد على أفعالك، لأنه اطلع على أقوالك وأفعالك وأحوالك وحركاتك وسكناتك. نعم، فقد كان معك في كل الأحوال. قال الله عز وجل: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم. اللهم استرنا ولا تفضحنا. قال الله عز وجل: إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله كان على كل شيء شهيدا. فانتبه، فإن الآن أذكرك أيها الكريم، ونحن في بداية عام هجري جديد، ينبغي أن تتذكر، ينبغي أن تقف مع نفسك وقفة محاسبة، وقفة معاتبة، وقفة مراقبة، حتى إذا ما وقفت بين يدي الله إذا سألك تستطيع أن تجيب. نعم أيها الكرام، الشاهد الثاني الذي سيشهد عليك أمام الله الملائكة. نعم، شهدت على أقوالك وسجلت أفعالك وسجلت أحوالك وسجلت حركاتك وسجلت سكناتك، فإنها ستشهد عليك أمام الله يوم القيامة. قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم، إلا لديه رقيب عتيد. فكل أحوالك مسجلة وكل كلماتك مكتوبة، وإن كنت قد نسيت الكلمات ونسيت الأفعال ونسيت الأحوال فستجد ذلك كله مكتوب عند رب العالمين في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. قال الله عز وجل: وكل صغير وكبير مستطر. فانتبه يرحمك الله. الشاهد الثالث من هو؟ إنه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيشهد عليك يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري وفيه أن رسول الله: ما لكم لا تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم فورب الكعبة البخيل من سمع اسمه ولم يصلي عليه. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. نعم أيها الكرام، أقول أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
فيقول الله عز وجل لنوح: يا نوح هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم يا رب بلغتهم وأنت أعلم. فيقول: يا نوح هل بلغت قومك؟ يقول: نعم يا رب بلغتهم وأنت أعلم. فيقول الله عز وجل لقوم نوح: يا قوم نوح هل بلغكم نوح؟ فيقولون: ما جاءنا من أحد وما أتانا من نذير. اللهم إنا نعوذ بك من الجحود والإنكار. تخيل هذا الأمر 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك يقولون: ما جاءنا من أحد وما أتانا من نذير. فيقول الله عز وجل لنوح: يا نوح من يشهد لك بالبلاغ؟ من يشهد لك بالبلاغ؟ يقول نبي الله نوح: يشهد لي محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله: فتأتون أنتم فتشهدون، ثم بعد ذلك أشهد عليكم بالبلاغ. وهذا مصداق قول ربنا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعم، إذا فالشاهد الثالث يشهد علينا المصطفى محمد. فاللهم أنطق نبينا عنا خيرا يا رب العالمين. الشاهد الرابع أيها الكرام، الشاهد الرابع يا ترى من سيكون؟ لكني أرجع الكلام عنه إلى ما بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده، أصلي وأسلم على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسلك طريقه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، نحن مع القاعدة الرابعة من قواعد الحساب بين يدي الله عز وجل، وهي قاعدة إقامة الشهود على العباد. وقلنا بأن الشاهد الأول هو رب العالمين جل جلاله، والشاهد الثاني الملائكة، والشاهد الثالث نبينا المصطفى محمد، والشاهد الرابع يا ترى من هو؟ انتبه، إنها الأرض. لا إله إلا الله. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. إنها الأرض. اوعى تظن أنك إذا دخلت غرفة نومك وأغلقت على نفسك الأبواب وأرخيت الستر وما إلى ذلك، ثم نظرت ففعلت الحرام وظننت أنه لا يطلع عليك أحد. لا، فإن الذي سيطلع عليك هو الله رب العالمين. وكذلك الأرض ستشهد عليك أمام الله. يا شيخ أين دليلك؟ هل الأرض تشهد وتتكلم؟ نعم، اسمع معي إلى قول الله تبارك وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج على الصحابة يوما فقرأ سورة الزلزلة حتى وصل إلى قول الله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها، ثم قال للصحابة: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم يا رسول الله. قال المصطفى محمد: انتبه، تشهد الأرض يوم القيامة. اللهم استرنا ولا تفضحنا. تشهد الأرض يوم القيامة على كل بر وفاجر، فتشهد للبار ببره وتشهد على الفاجر بفجوره، وهذه أخبارها. هذه الأرض ستشهد عليه. الشاهد رقم 5:
أتينا طائعين. نعم. ثم بعد هذا كله انتبه، يدن الله العبد المؤمن منه ويقربه، ثم يذكره أعماله ويعرض عليه أقواله وأفعاله وخطاياه. عبدي، تذكر يوم أن فعلت كذا في يوم كذا؟ فاكر ذلاتك وغدراتك وفجراتك وسوءاتك وسيئاتك؟ فاكر؟ فيقول العبد المؤمن: أذكر يا رب، أذكر كل هذا، وأذكر كذلك أنك سترتني ولم تفضحني، وأذكر كذلك أنه لم يطلع علي أحد من خلقك، وبرحمتك وعفوك وكرمك وجودك سترتني ولم يطلع على أمري أحد. فأسألك يا رب برحمتك كما سترتني في الدنيا أن تسترني في الآخرة. هكذا يقول العبد المؤمن، يعترف ويقر ويطلب الرحمة من الله. أما العبد الفاسق المجرم الخاسر يقربه ربنا سبحانه وتعالى ويسأله: عبدي، أتذكر يوم أن فعلت كذا في يوم كذا؟ يقول له: أنا ما فعلت هذا، أنا ما تكلمت بهذا، أنا ما اقترفت هذا. يا أخي انتبه، هذا يكلم من؟ لا يكلم أحدا من البشر، لا يكلم مخلوقا من المخلوقين، إنما يكلم رب العالمين سبحانه وتعالى. فاكر أعمالك، فاكر سوءاتك، فاكر سيئاتك، فاكر ذلاتك، فاكر غدراتك. يقول له: ما حصلش، مش أنا، ما عملتش الكلام ده أنا كنت من الطائعين وكنت من القائمين الساجدين الراكعين الساجدين. انظر إلى حلم رب العالمين، يعلم كل هذا عنه، وبعد هذا كله يقول له: يا عبدي، ماذا يرضيك مني؟ أنت عايز إيه؟ ماذا يرضيك مني؟ فيقول: يا رب، ألم تجرني من الظلم؟ قال: بلى، أجرتك من الظلم. قال: إذن أنا لا أقبل شهادة هؤلاء الشهود. الشهود اللي شاهدوا دول أنا ما أعرفهمش، مع أن أول شاهد فيهم هو الملك. يقول: أنا لا أقبل شهادة هؤلاء الشهود، ولا أقر بشهادتهم، ولا أعترف بأقوالهم. إذا ماذا تريد؟ يقول: لا أقبل شاهدا علي إلا من نفسي. فيقول الله: أصبت، بلى أصبت، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم، قال رسول الله. اوعى تفكر ده كلامي، ده مش كلامي، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدناه يضحك، فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: لم لم تسألوني مما أضحك؟ قالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ اسمع. قال: أضحك من مجادلة العبد اللئيم لربه الكريم يوم القيامة. أضحك من مجادلة العبد اللئيم لربه الكريم يوم القيامة. نعم. فيقول الله عز وجل للسان: اخرس ولا تتكلم. يقول رسول الله: فيختم الله على فيه. خلاص انقطع الكلام، فيختم الله على فيه، ثم يأمر الله الجوارح أن تتكلم. اللهم استرنا يوم الفضيحة الكبرى. حبيبي، أريدك أن تتخيل أن يدك ستتكلم، وأذنك ستتكلم، وعينك ستتكلم، وأنفك سيتكلم، ولسانك بالحق سيتكلم، وبطنك تتكلم، وفرجك يتكلم، ورجلك تتكلم، وجلدك يتكلم. اسمع. فتقول الأذن: يا رب، أنا للحرام سمعت. يا أصحاب الكليبات،
اسمع إلى القرآن وهو يجسد هذا المشهد. قال الله تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. قال الله تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا خلي بينه وبين الكلام سب ولعن أركانه وقال: تبا لكن تبا لكن فعنكن كنت أناضل. أيها الأحبة الكرام، بعد هذا التطواف السريع وهذا السرد السريع أريد أن أسأل: متى سنرجع إلى الله؟ مضى عام هجري وهذا محورنا الأخير من محاور اللقاء. متى سنرجع إلى الله؟ مضى عام هجري فقربنا إلى الآخرة عام وأبعدنا عن الدنيا عام. فيا ترى إذا وقفنا بين يديه ماذا سنقول له غدا؟ إذا سألنا، إذا عاتبنا. ولله ضره سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما نام على فراش الموت دخل عليه الإمام حماد بن سلمة فقال: كيف حالك يا سفيان؟ اسمع هؤلاء الذين تربوا على كتاب الله وسنة رسول الله. قال: كيف حالك يا سفيان؟ قال: يا حماد، حالي كما ترى، ذنوبي كثيرة وخطاياي كثيرة وعيوبي كثيرة، فالويل لي إن عاتبني، والويل لي إن حاسبني، والويل لي إن استوقفني، والويل لي إن سألني. أسألك بالله يا حماد، أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ هكذا قالوا وهكذا كانوا. ولما نام الإمام الشافعي على فراش الموت دخل عليه الإمام المزني فقال: كيف حالك يا أبا عبد الله؟ قال: يا مزني، حالي كما ترى، أصبحت من الدنيا خارجا وعلى الآخرة مقبلا، وللأحباب والأصحاب مفارقا، ولعملي ملاقيا، وللدود والهوام مجالسا. ثم بكى الشافعي فقال: أسألك بالله يا مزني، أأنت لا تدري روحي ستهنى فأهنيها أم ستكون معذبة فأعذيها؟ هكذا كانوا. وأختم بهذا الأثر الذي رواه أبو نعيم في الحلية من ترجمة العبد الصالح مالك بن دينار. كان يقوم الليل يصلي
من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك بن دينار؟ ها أنا ذا أسألك أيها الكريم، سل نفسك، نعم، من أي الفريقين أنت ما زلت في الدنيا تستطيع أن تحاسب نفسك، تستطيع أن تعاقب نفسك، تستطيع أن تبعدها عن الحرام، فإني أخشى عليك أن يأتيك يوم فتقول رب ارجعون، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فلا يستجاب لك، فلا يستجاب لك. عام هجري جديد ينبغي أن يكون لنا فيه وقفة مع النفس. قل لها يا نفس أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليحملن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. وقفة للمحاسبة، وقفة للمعاتبة، وقفة للمراقبة قبل أن نقف بين يدي الله ليحاسبنا عن الصغير والكبير. أسأل الله الكريم أن يسترنا ولا يفضحنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وكن لنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصرنا على من بغى علينا. اللهم فرج كربنا وكرب كل مكروب مسلم، وازل همنا وهم كل مهموم مسلم، وازل غمنا وغم كل مغموم مسلم، وفك أسر كل مأسور مسلم، ورد كل غائب لأهله سالما غانما. اللهم اجعل من أولادنا من يحفظ كتابه ويعمل بسنة نبيه. اللهم اصرف عن بلادنا الغلاء والوباء، اللهم اصرف عن بلادنا الغلاء والوباء والبلاء والفتن وكيد الأعداء. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم أمر لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويحكم فيه شرعك ويسوء. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم إنا نسألك ألا تبعدنا عن بيتك الحرام. اللهم يسر لنا الذهاب إلى بيتك الحرام، وتابع لنا بين الحج والعمرة يا كريم يا منان، ويسر الطريق لكل مشتاق يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف كل مريض مسلم، وعافنا وعاف كل مبتلى مسلم، وارحمنا وارحم كل ميت مسلم، واهدنا واهد كل عاص مسلم، واخذ الدين عنا وعن كل مدين مسلم، وردنا جميعا إلى دينك مردا جميلا. اللهم لا تحرمنا من شرف الدعوة إليك ولا من نعمة الدلالة عليك، وتوفانا وانت راض عنا غير غضبان. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد غفرت كل ذنوبنا، وسترت كل عيوبنا، ومحوت كل خطايانا، ورفعت في درجاتنا. اللهم أخرجنا من هذا المكان بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل متقبل مبرور، وتجارة رابحة لا تبور. اجعل اللهم تجمعنا مرحوما، والتفرق بعده معصوما، ولا تجعل منا ولا معنا ولا حولنا ولا من يسمعنا شقيا ولا محروما. اللهم اهد شباب المسلمين، واهد نساء المسلمين، واهد بنات المسلمين، وجنبهن يا رب التبرج والصفور، واجعلهن تقيات نقيات سامعات هن خاصة، واغفر للغائبات إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. هذا ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من عجز أو كسل أو زلل أو نسيان فمن نفسي ومن الشيطان، والله والرسول منه براء. وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. اذكروا الله العظيم يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقم الصلاة. الله أكبر. الله